يا صباح الفل، صباح العسل، صباح النشاط بتاع المدارس. عارفين بقى صباح النشاط بتاع المدارس ده؟ يلا قوموا، اتأخرنا. انتوا طبعا عارفينها وحافظينها، واكيد كمان بتوع زمان حافظين الصباح بتاع الصبح ده، اللي ساعات مش احنا كنا بنزعق كتير، اهالينا يزعقولنا وهتقوموا بالعافيه وهتروحوا المدرسه، واحنا طبعا بنقعد نمثل علشان مش عايزين نروح المدرسه. طب تعبانه يا ماما، طب تعبان يا ماما، بلاش النهارده. تعالوا بقى شوفوا النهارده الصحيان بتاع اولادنا بتاع اول يوم، كام يوم مدرسه. بتقولوا يلا قوموا، تلاقيهم على طول فطوا ونطوا. ليه؟ ما تفهموش. واول ما يقوموا بقى ويحسوا خلاص بقى ان داخلين المدرسه بقى ومذاكره وكده، هو احنا بقى هناخد الاجازه امتى؟ هو احنا لحقنا خلصنا الاجازه عشان تودينا المدرسه؟ طب ما انتوا كنتوا مبسوطين ومحضرين حاجتكم، يعني انتوا عايزين تجيبوا حاجات جديده وهدوم جديده وادوات جديده وما تروحوش؟ ده حال كل الامهات اللي موجوده حاليا. انا متهيألي في كل البلاد. هعرفها ازاي؟ هقول لكم دلوقتي انا هعرفها ازاي. تنزلوا تشتركوا في القناه وتنزلوا تعملوا اللايك وتكتبوا لي كومنت حلو، ده هو حلو، وانا اقول لكم هنعمل ايه. عايزاكم تكتبوا لي دلوقتي، كل ام بتتفرج عليا تكتب لي اول يوم مدرسه كان بيحصل ايه معاكي ومع اولادك. ايه رايك؟ مستنيه منك بقى الكومنتات الحلوه دي، معاها بقى كده على الماشي دعوه حلوه خطيره لذيذه طعمه ولكي بالمثل اكيد. ليه بقى الدعوه؟ عارفين ليه؟ عشان انا بشجعك، انا اختك حبيبتك. بدأ انا اختك حبيبتك، ما استاهلش منك دعوه حلوه؟ استاهل. طيب استاهل ايه تاني؟ استاهل منك كل خير وتشجيعه حلوه كده، وتقولي لي برافو عليكي على اللي انت بتعمليه والحماس اللي انت بتديهولنا. انا عايزه اديكوا طاقه ايجابيه. هديكوا طاقه ايجابيه ازاي يا جماعه؟ بجد موضوع الطاقه الايجابيه ده بيختلف جدا لما بتروحوا الشغل ويبقى عندكم طاقه ايجابيه، بتدوا للشغل شغل حلو قوي، ما يبقاش عندكم كسل، بيبقى دماغكم مرتاحين. ثانيا لما بتدوا نفسكم طاقة إيجابية في البيت، بتقومي تشوفي وراكي ايه، بتعملي ايه، بتقدري تذاكري لأولادك، بتعملي لهم أكلة حلوة. كل ده من الطاقة الإيجابية. طبعا هتقولوا لي هنجيبها منين؟ أنا أقول لكم، أختكم حبيبتكم جات لكم النهاردة بالحل. اسمعوني، أنا تعبت وقعدت، اسمعوني بس. أنا هقول لكم، تنزلي بس يا ست الكل تعملي اللايك وأنا هقول لك. أنا أقول لك تعملي ايه. تقومي كده الصبح، طبعا ايه، مفيش حاجه اسمها احنا كاول كام يوم دول بيصحوا معاكي زي الفل، مفيش حاجه ما بيسمعوش الكلام. هتقولي يلا قوموا، هيقوموا معاكي. انت لما تخشي في الغويط شويه هيقرفوكي، فخليكي بقى انت يعني اكسبي بقى الوقت بتاع اول يوم كام يوم مدرسه دول. صحيهم، يلا قوموا، هيقوموا معاكي زي الفل. قومي افتحي شبابيكك، دخلي هوا ربنا، دخلي كده الطاقه ايجابيه، وقومي يا ست الكل تبطلي كسل. حد هيقولي دلوقتي انت فرشتي المخده من المقلوب؟ خلاص فرشتها، وانا كنت عارفه وانا بفرشها مش هغيرها تاني، صعبه جدا في تغييرها. فخلصنا، اتفرشت كده اتفرشت كده، هو عندي كده الموضوع منتهي. مين زيي؟ بتهيالي كتير كتير جدا جدا زي. طيب قبل اي حاجه، لو اي حد داخل لي كده جديد، عايزه اقول لكم انا بشكركم جدا ان انتم مشرفيني ومنوريني، ومالكوش دعوه بالكلام اللي انا قلته. الكلام ده انا بقوله لاخواتي اللي هم متعودين عليا ومتعوده عليهم، والناس الجديده بقى تتعودوا عليا. ازاي؟ تنزلي بس تعملي لايك كده وانا هقول لك ازاي. اني انا دي قناتي، بديكي طاقه ايجابيه، بديكي وصفات حلوه، بديكي روتين حلو تخليكي تقومي تتشجعي. حطي تليفونك جنبك يا ست الكل وانتي بتروقي وانا هسليكي، مش هتحسي بحاجه. خليكي تخلصي دنيتك، ولو هتروقي اوضتك، هتعملي اكله حلوه، هتعملي مطبخك، انا هبقى ايه معاكي، وتقولي لي عملتي اكل ايه. ها زي ما انا بغششكم تغششوني. طيب لو اي حد داخل جديد برضو عندي، لازم افكركم واعرفكم، ما اقولكوش على فيديوهات الانتساب الجامده جدا جدا جدا. يعني فيديوهات الانتساب الجميلة هتنزل النهاردة بالليل يا بكرة، كل فيديوهات الانتساب ما اقولكوش تحفة تحفة تحفة. يعني مفاجأة بوم البوم نازلة في الفيديوهات الانتساب بتاعت النهاردة، تحفة 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 تحفة. شرفني، وده شرف ليا والله والله شرف ليا. الناس اللي موجودة عندي في الانتساب اخواتي وحبايبي وصحابي ودنيتي،
ويعني مش عايزه اقول لكم، عايزه اقول لكم كلام حلو كتير لكم مني بجد. احلى محبه في الدنيا ان انتم مشرفيني ومنوريني وبتشجعوني دايما. فانتظروا بجد مفاجاه الفيديوهات الانتساب الجايه، هنبلبط بقى وهنشوف هنعمل ايه، فخليكم معايا. النهارده خلصنا كده حاجات كتير في الشقه على فكره، وعايزه اقول لكم الدنيا كانت كويسه قوي، والدنيا ما كانتش متبهدله اي نعم، بس الدنيا لطيفه. عايزه اتكلم معاكم بقى في موضوع حلو قوي 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 قوي. قبل بس ايه، احنا كده عرفنا الانتساب الايام الجايه هنبلبط في الميه وهنغسل بطاطين وسجاجيد وايه ودنيا تانية، وكل ما نعلى بالمستوى يبقى حاجه تانية. فمستنيكم تشرفوني وتنوروني. اي حد مش موجود براحتكم، انتوا الندمانين، انتوا اللي هتندموا. الناس اللي موجوده الله الله الله، احنا الكسبانين. فبس خلينا نتكلم في موضوع تاني. عايزه اتكلم معاكم دلوقتي في موضوع تاني خالص، موضوع الانتقاد. يا حبايب قلبي، انا لما بحب انتقد حد او بحب اتكلم مع حد بالراحه بكل هدوء، يعني اي كومنت سلبي ما عنديش اي مشكله خالص. بس لما يتقلق بقى، انا بتكلم على اوضه الاطفال بتاع الفيديو اللي فات. يا جماعه كل واحد على قده، وكل واحد على قد عيشته. انتوا ما تجبرونيش ان انا اعيش عيشه مش عيشتي. هو ربنا خلقنا كده على قد دنيتنا هنعيش. يعني نموت نفسنا؟ لا، مش هنموت نفسنا. اكيد اللي كتب اي كومنت سلبي على اوضه النوم اكيد عنده احسن، وربنا يزوده، ربنا يزيده. انتوا مش عارفين يعني، او مش هتعيشوا زي من الناس الاقل شويه مستوى. طبعا احنا الحمد لله الحمد لله احسن من ناس كتير جدا، ودايما نقول الحمد لله ونشكر ربنا على العيشه اللي احنا فيها. مش محتاجين حد يعدل علينا في الموضوع ده. بمعنى ايه؟ انا لو مقدرتي ان انا ابيض الاوضه اكيد هبيضها. انا مش هستنى اي حد يقول بيضي الاوضه. ان انا اغير فرش، اجيب فرش جديد، انا مش مستنيه حد يقول لي كده. انا لو مقدرتي هعمل كده اكيد هفرح واجيب بفرح نفسي. يعني مش هفرح نفسي ليه؟ يعني حاجه بالعقل كده. اكيد ببقى عايزه اغير، في فيديوهاتي، عايزه اجيب عفش جديد، عايزه اجيب فرش جديد. على الاقل على الاقل يبقى عندي فيديوهات منوعه وافرجكم على الحاجه، وده مكسب ليا انا. يعني انتوا لو فكرتوا فيها شويه ده مكسب ليا انا، ان انا اغير. انا بقعد اغير لكم في التصوير شمال يمين. بصور مثلا من عند الأوضة من يمين، بوريكم أنا بعمل إيه، جبت إيه، علشان مبقاش في الموضوع في الفيديوهات ملل. علشان أنا مش مقدرتي. أنا عايزة أقول لكم أنا أعرف ناس حرفيا ممكن يغيروا عفش كل شهر، يعني ممكن يغيروا أوضة كل شهر يبيعوها ويجيبوا غيرها علشان بس التصوير ويبقى فيه تغيير. هو ده شغلنا بيتقال، هو ده شغلي. أنا لازم أغير عشان يبقى عندي تنوع. مش أنا مش مقدرتي أعمل كده. هموت نفسي بقى؟ يعني اموت نفسي عشان اغير عفشي كل شويه، ابيض كل شويه؟ انتم ما تعرفوش يعني الناس اللي بتكتب اي كومنت سلبي بطريقه مش لطيفه، انتم مش حاسين باي حد. لكن طبعا الناس اللي بتكتب، يعني جالي كومنت بجد 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 بشكر صاحب الكومنت او صاحبه الكومنت اللي كتب لي لو تقدري ان انت تبيضي الاوضه هتبقى احسن، هتبقى اشيك، هتبقى الوان فاتحه. بجد الموضوع بيبقى مختلف. حاولوا ان انتم ما تجرحوش حد. انا الموضوع ده مش بيهمني ومش برد على حد، بس انا الموضوع استفزني في حته كل واحد حر في عيشته، وكل واحد عارف مقدرة نفسه ومقدرة عيشته. لو انا بقول حاجه غلط اكتبوا لي في الكومنت قولوا لي انت بتقولي غلط والمفروض تعملي كذا. يعني لو في حد اقل مني اروح اجرحه واقول له انتوا اقل مني، ايه القرف ده، ايه مش عارف؟ لا طبعا، انا اشجعها واقول لها انت لو عملتي ده يبقى حلو وهيبقى لطيف. يا جماعه احنا اتربينا على كده، دي تربيتنا ودي دنيتنا. فبجد بجد انا عايزاكم تبقوا لطاف في حكمكم على الناس، تكونوا لطاف في كلامكم على ان انتوا تشجعوا الناس اللي اقل منكم لو ماديا حتى بكلمه. مش عايزين تشجيع اللي هو يعني تساعديها ماديا، لا، محاول ان انت ما تجرحيش اي واحده انت شايفاها اقل منك ولو بمستواكي حتى العقلي. بمعنى ان ممكن تكون مستواها العقلي مثلا في التعليم اقل منك، ليه تحسسيها انها اقل منك؟ ليه؟ طب ما هي ممكن لو كانت اتعلمت كانت ممكن تطلع احسن منك،
كانت ممكن تطلع دكتورة ولا مهندسة ولا حاجة، بس اهو نصيب، وربنا بيدي كل واحد على قد نصيبه. يعني بمعنى ان كل واحدة انت مخك حلو واهلك كانوا مقتدرين ان هم يدخلوكي مدرسة، ممكن يكون اهلها مش مقتدرين ان هم كانوا يدخلوها، مش ذنبها، مش ذنبها انها مش متعلمة، مش من ذنبها ان هي اتجوزت جوازة غلط، مش ذنبها انها عايشة عيشة اقل منك علشان تكلميها بالاسلوب ده او تعايريها بالموضوع ده. يا جماعة خلي الناس تقدر تعيش، خلوا الناس تقدر تعدي ايامها الصعبة. احنا بجد في ايام صعبة قوي، واللي قادر يعيشها دلوقتي نرفع له القبعة وشابوه ليه. موضوع يعني مختلف جدا جدا جدا. اسمعي مني، هتحس برضا رهيب جواكي لما بتعملي كده مع اي حد، ان انت تديله ولو كلمة حلوة لطيفة تشجعيه على اي حاجة، وتسيبي كل واحد يعيش العيشة اللي هو عاوزها. تمام تمام. انا عايزة منك ايه دلوقتي؟ تنزلي تعملي اللايك وتشتركي في القناة وتقولي لي رأيك ايه في الاكل النهاردة، وعملتي غدا ايه واكل ايه.
كده بقى عملت لكم اكله حلوه قوي 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 ومصريه وجميله، وعرفتكم تمشوا بخطوات ايه. وده الموسم بتاع الكرنب زي ما احنا شايفينه موجود ومغرق الدنيا وحلو جدا. الف هنا وشفا على اللي هياكل، الف هنا وشفا على اللي هيعمل. اعرف الطريقه، قولي لي لو عايزه اي وصفه، عايزه اي اكله، اكتبي لي كومنت وهنعملها سوا على طول. وعرفيني عايزه اكل ايه، ولو بتعملي طريقه الكرنب دي بطريقه تانية قولي لي وعرفيني. بقيه الطريقه والوصفه موجوده في القناه التانية، روحي وشوفيها هناك، اعملي اشتراك واعملي لايك. بحبكم جدا جدا جدا. روحي بقى كملوا يلا بقيه الاكله. اقول لكم سلام، باي باي، وتوحشوني الفيديو الجاي. سلام.